كيف ردت الكويت على الهتافات العنصرية في نيوزيلندا؟ في تصفيات كأس العالم سنة 1982 تأهل منتخب الكويت لأول مرة إلى المونديال، لكن شو الكواليس المثيرة خلف هذا التأهل؟ في سنة 1981 استقبل منتخب نيوزيلندا نظيره الكويت، ولكن الاستقبال كان مسيء للكويت وللعرب بشكل عام، لأن جماهير نيوزيلندا رفعت لافتات ورددت عبارات عنصرية: عودوا لجمالكم وصحرائكم، وقللوا من قوة وقيمة المنتخب الخليجي. لكن الأزرق الكويتي رد على هذه الإساءات في الملعب بتقديم درس لا ينسى، فكانت الصدمة بفوز الكويت بهدفين عن طريق فيصل الدخيل والمرعب جاسم يعقوب. الدرس الكويتي لم ينتهي بالفوز في مباراة الذهاب فقط، وفي لقاء الإياب اللي أقيم في وطن النهار أصر الراحل فهد الأحمد الصباح رحمه الله على إحضار الجمال للملعب، وهي رسالة للغرب باعتزاز الكويت بموروثها. وتم إطلاق أغنية غناها الفنان الراحل عبد الكريم عبد القادر وعبد المحسن المهنا وغريد الشاطر، وقالوا فيها: انتهت المباراة بتعادل الفريقين 2-2، وتأهل الأزرق كأول منتخب خليجي يوصل للمونديال. تم اختيار الجمل تعويذة للمنتخب الكويتي في كأس العالم. قصة منتخب الكويت والجمل ما انتهت، وإذا حاب تسمع الجزء الثاني من القصة شاركنا في التعليقات.